نشوف هالليلة ما هي سمات أبي طالب اللي يصفه ابن أبي الحديد. احنا غالبا ما إذا تسمعون في الكلمات هكذا نقول من هو أبو طالب، نقول والد علي، ولكن ابن أبي الحديد يقول ما أقول في رجل أبوه أبو طالب، يعني يعرف علي بأبيه، بأبي طالب، لعظمة مقامه وعلو شأنه. ثم يقول ما ترأس فقير قوما إلا أبو طالب، ما ترأس فقير قوما إلا أبو طالب، يعني الرئيس الوحيد الذي كان فقير، شيخ قبيلة قريش، شيخ البطحاء وكبير البطحاء، كان فقيرا ولكن لعظم شأنه وعلو رتبته صار رئيسا بين القوم، يعني اختاروه كشيخ ورئيس، اختاروه كشيخ ورئيس. وهذا ابن أبي الحديد يقول ما ترأس فقير قوما إلا أبو طالب، ولشدة فقره اقترح عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بأن أولاده كل واحد من عندهم يتكفله أحد من قريش، فالنبي تكفل عليا لثقل حاله، لشدة حاله، تكفل عليا، وحمزة تكفل جعفر. قال هو دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم من ولدي، فكل واحد أصبح في كفالة أحد من القريش إعانة لحاله ووضعه المالي، هكذا كان. ولكن مع هذا الحال كان رئيس وشيخ قريش. ما أعظم أبا طالب والد أمير المؤمنين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول رأيت في العرش رأيت 4 أنوار، فسألت ربي فقلت يا رب لمن هذه الأنوار؟ هذه الأنوار 4. قال هذا نور عبد المطلب جدك، ونور عبد الله أبيك، ونور عبد الله أبيك، ونور أبي طالب عمك، ونور في هذه الرواية هكذا، في هذه الرواية ونور أخيك طالب، ونور أخيك طالب، يعني ابن أبي طالب ابن أبي طالب. فسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا إلهي بم نالوا هذا المقام الرفيع، هذا النور بماذا نالوه؟ عليكم بالله، هذه الرواية من أحوج ما نحتاج إليها في زماننا هذا، ولكن مع الأسف ما أدري واحد شو يقول.
قال بما نالوا هذه الرتبة السامية والمنزلة الرفيعة؟ قال الله تعالى: لكتمانهم الإيمان ولإظهارهم الكفر. هذول كانوا يعيشون في زمان شنو؟ تقية، يعيشون في زمان في ظروف التقية مع المشركين لشدة تقيتهم. وشوف، ولشدة تقية طالب، هذا جاء في معركة بدر مع المشركين طالب لشدة تقيته كان في معركة بدر مع المشركين، ولكن النبي قال: إياكم وطالب. هذا جاء تقية من قريش، تقية من قريش. اتقوا طالبا، إياكم ودمه. هذا اشترك مع المشركين، شاركهم في المعركة، ولكن رسول الله نهى عن قتله لأنه كان يستعمل التقي.